الفيلا اللي ورايا دي احنا المفروض شغالين فيها اعاده تشطيب، احنا بنكسرها بالشكل بالكامل. تعالوا نتكلم فيها كده عن تفصيله مهمه قوي حصلت معانا. السباكه القديمه اللي فيها كان فيها مشاكل شويه، عملت صدى في حديد السقف. تعالوا نشوف اتصرفنا ازاي وايه الاجراءات اللي المفروض نعملها في حاله زي دي. يلا بينا. مشكله في السباكه مع كفر خرساني قليل، الحديد ما كانش عليه اي كفر، مش متغطي، يعني كانت الكفر قليل جدا، خلى معدل الصدى اللي يحصل في الحديد اللي في السقف كتير جدا. طب استدلينا على الصدى ده ازاي؟ المحاره نفسها طبعا كانت الفيلا متشطبه، المحاره نفسها مطرقعه او مفرقعه، وفي خطوط صدى باينه قوي لان طبعا مفيش كفر، فكل حاجه واضحه قدامنا. كشفنا الخطوات اللي المفروض نعملها، كشفنا على الحديد، الحديد فعلا مصدي بنسبه تستدعي ان هو يتعالج. بنشوف اذا كان متهالك تماما، لو متهالك لازم يستبدل، ولو لسه نسبه معينه ومقبوله بيتم صنفرته بالرماله، وبعد كده يتعالج بالايبوكسي، وبعد كده نعمل خرسانه مكذوفه. الخطوات دي طبعا ما ينفعش تختزل بشكل سريع كده. انا هحاول ان انا اعمل على الموضوع فيديو مطول شويه على اليوتيوب، لان طبعا الريل ما بيديناش الوقت الكافي، ونتكلم عن الموضوع بالارقام شويه بالماتيريالز اللي هنستخدمها، قيمه خاماتها قد ايه او الكميات قد ايه. لكن الملحوظه المهمه قوي اللي لازم ناخد بالنا منها، لو هنعمل العمليه دي لازم يتعمل كات للصدى، يعني اشوف نهايه الصدى وصلت لحد فين، واقف لحد اخرها علشان ما اكونش بعالج هنا والصدى لسه مكمل في طريقه. حاجة مهمة جدا بتحصل بسبب مشاكل أصلا كان ممكن نعالجها من البداية أو ناخد بالنا منها. شكرا.